السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الأهلي يوجه 4 ضربات على نار هادية إلى الوداد قبل موقعة 4 يونيو. حرص السويسري مارسيل كولر المدير الفني للنادي الأهلي على خطوة عقد جلسة مع الطاقم الطبي بقيادة أحمد أبو عبلة، وذلك من أجل الاستفسار عن موقف بعض النجوم. وعلم موقع أخبار النادي الأهلي بوجود حالة من الارتياح لدى مارسيل كولر، وذلك بعد أن تلقى تأكيدات من جانب طبيب النادي الأهلي بشأن إمكانية مشاركة محمود كهربا قاهر المغرب في المواجهة المرتقبة بعد تعافيه من الإجهاد الذي اشتكى منه في العضلة الضمة. منح طبيب النادي الأهلي الضوء الأخضر بشأن مشاركة محمود كهربا في المواجهة القادمة أمام طلائع الجيش يوم الجمعة في الدوري حسب رؤيته الفنية. ويمثل محمود كهربا قوة كبيرة في صفوف النادي الأهلي، ويعتبر من العناصر التي يتخوف منها الأندية المغربية، خاصة بعد لقطة هدفه الشهير في مرمى منتخب المغرب في كأس الأمم الأفريقية 2017 في الجابون، حيث تسبب في الإطاحة بالمنتخب المغربي من البطولة.